جول جول اف ام، جول جول اف ام. اهلا وسهلا بحضرتك. اتعرف عليكي. كريستين. كريستين، اهلا وسهلا بيكي. متعوده دايما في معرض فورمولا الاهرام كل سنه يعني؟ باجي كل سنه بصراحه. شركه ارت لاين بتبعت لي انفيتيشن كل سنه. كل سنه. يعني ايه اللي انت شايفاه جديد السنه دي مثلا لو انت داخله النهارده انا اول لسه ما لفتش المعرض كله. بس يعني حاساه نفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت. صحيح. بس السنتين من 3 سنين تقريبا كان اكثر روعه من دلوقتي. ليه بقى؟ لا كان في جو، تحس ان انت في احتفال مش في معرض. مش في معرض. طيب انت يعني ايه العربيه المحدده اللي انت ممكن تبص عليها دايما او انت حاطه عينك عليها دايما كل ما بتيجي هنا فورمولا؟ بي ام. هو على طول على ايد، اول ما تدخلي هتلاقيها على ايدك اليمين. لكن بالنسبه للكوره انت بقى متابعه؟ انا زملكاويه والله. ده من حظي بقى ان انا من اول واحده اقابلها هنا في المعرض تبقى زملكاويه. يعني انت متابعه كوره فعلا على النت ولا شوي يعني متعصبه لنادي الزمالك؟ طبعا العيله كلها زملكاويه ما عدا واحد بس اهلاوي. ربنا يهديه. ربنا يهديه فعلا. ان شاء الله. وكل سنه وحضرتك طيبه ونشوفك على خير. ممكن تدخلي معانا على موقع golfmradio.com وهشارك معاكم كمان في المسابقه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. باي باي. اسمع جول اف ام. تعرف عليك؟ بشوي امير. بشوي امير. انت برضو اول مره ليك هنا في معرض الاهرام ولا؟ اول مره. انت ايه في ليك في الكوره؟ سيبك بقى من السيارات ليه طالما دي اول مره، نسيبك نتكلم في الكوره. انت بتشجع ايه في مصر؟ بشجع النادي الاهلي. مع ان والدك تقريبا زملكاوي. حاله تنافر. انت يعني بتدخل على النت ولا مالكش في لا، بدخل على النت. طيب احنا عايزينك طبعا تبقى مشارك دايما معانا في موقع جول اف ام في الفتره الجايه، ودايما تتابعنا على طول بالاخبار وتسمعنا على طول باستمرار باذن الله، وتشوف كمان ايه تدخل حتى تسمع التسجيل بتاعك على الموقع في الفتره الجايه باذن الله. ماشي، شكرا. تابع، شجع، اسمع كورة على راديو جول اف ام. جول اف ام دي صوت الكورة. جول اف ام راديو دوت كوم. جول اف ام راديو دوت كوم، صوت الكورة. اتعرف بيك؟ كريم عادل. كريم عادل، اهلا بيك ومنورنا على موقع جول اف ام. عايز اسالك، انت النهارده اول مره تزور معرض الفورمولا الاهرام؟ لا، زرته السنه اللي فاتت برضو، جيت وشفت نفس الحوارات والكلام ده وعجبني الصراحه يعني. الحمد لله. يعني طب انت شايف ايه السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت اللي انت جيت فيها؟ العربيات بقت اجمد وزودوا حبه حاجات يعني، والنظام كويس يعني وكده. عجبتك عربيه معينه النهارده؟ الصراحه البورش والميني كوبر. على فكره انت تقريبا رقم 11 او 12 اللي يقول لي نفس البورش يعني. لا، بس هي عربيه خارقه للطبيعه طبعا. طبعا. يعني انت بتحب العربيات دي تحديدا يعني؟ الصراحه. وبرضو العربيات الاودي برضو عجباني، انا نفسي اجيب واحد زيها دي. حلم حياتي يعني. ان شاء الله ربنا يكرمك وتحقق حلمك بعيدا طبعا عن المعرض. انت ايه اخبارك في الكوره؟ متابع كوره؟ الحمد لله. بتشجع نادي الزمالك طبعا، ده احسن نادي. الزملكاويه ظهروا اخيرا. اخيرا بعد ما كسبنا. انت يعني انا نتمناكم على طول معانا دايما في يعني. طب انت بتتابع اخبار الزمالك اولا يعني قبل ما اختم معاك؟ بتتابع اخبار الزمالك على المواقع كده، لكن دلوقتي عشان على الانترنت بتتابع؟ طبعا. ايه المواقع دايما اللي بتبقى حاسس ان انت ممكن تبقى دايما؟ سألوا محرج ده ليه؟ لا مفيش مشكله، اتكلم معانا. لا، ببقى مثلا قاعد على الفيس بيطلع لي حاجات مش عارف ايه الكلام دوت، فبتخش اتفرج ايه اللي حصل ومش عارف. وانا عايزك برضو تسجل معانا، احنا عندنا برضو على الفيسبوك موقع golfmradio.com، تدخل على الجروب بتاعنا وتابع معانا على طول وتشارك باستمرار في الفتره الجايه، وتسمع حتى صوتك يعني. برضو التسجيل اللي احنا عملناه النهارده تسمعه على الموقع باذن الله. تعرف بيك بقى؟ كريم عبد السلام. كريم عبد السلام، اهلا وسهلا بك يا كريم ومنورنا على موقع جول اف ام. ربنا يخليك. ونتمناك دايما زاير على طول معانا باذن الله. ربنا يخليك. اول مره ليك في المعرض؟
غير زميلك؟ لا غير كريم. غير كريم يعني انت بس النهارده عجبك ايه النهارده في المعرض؟ يعني كريم قال البورش. ما هي البورش والميني كوبر كانتري مان. يعني انت دي العربيات اللي عجبتك ونفسك ان شاء الله في الفتره الجايه ربنا يكرمك واكيد تجيبها باذن الله. لا نفسي في البورش يعني، ما اتمنى حاجه عاليه قوي عشان يوم ما انزل على الميني كوبر يعني. ان شاء الله باذن الله. ناوي تيجي المعرض السنوات الجايه في اول ما يقام، ولا انت النهارده هتكتفي بالنهارده والايام اللي جايه هتيجي ولا لا؟ والله مش عارف عشان الامتحانات وكده، فربنا يسهل يعني. سنه كام انت؟ اولى كليه يعني، اولى بعد اعدادي هندسه. اعدادي هندسه؟ لا يعني بعد الاعدادي. اولى بعد اعدادي يعني ثانيه. ربنا يكون في عونك، كليه صعبه جدا. ربنا يخليك. طبعا اكيد مش فاضي انت دلوقتي تبص على مواقع وتبص على اخبار، لكن يعني ان شاء الله ما فيش مشكله يعني. انت بتشجع ايه؟ بقى اهلي. انا يو ايه اهلي يعني من عيوق يو ايه بحب الالتراس اهلاوي، بس انا مش التراس. بتحضر ماتشات؟ لا ما مش بحضر. ليه بقى؟ يعني مش ماليش في جو ان انا اقعد في الماتش وكده، لاني من النوع اللي هو ببقى عصبي شويه، فما عايز تتفرج دايما في التلفزيون. بحب ابقى هادي في البيت كده عشان الاقي اي مشروب جنبي كده، حاجه تهديني شويه. شايف ان الاهلي السنه دي ممكن ياخد الدوري ويرجع تاني زي الاول ولا؟ هو الاهلي عامه لو حط حاجه في دماغه بيعملها، مش زي الزمالك يعني. وعودة جوزيه شايف ان هي هتفرق كتير مع الاهلي؟ كتير ان شاء الله. هتفرق كتير. الروح حلوه يعني، الروح في النادي حلوه. هو بص هو عاد زي انت عارف ايه، عوده الروح للجسد تقريبا. ايوه هي صحيح. انت بتتابع اخبار على النت ولا؟ بتابع يعني برضو على الفيس كده، ببقى عامل لايك لشويه فان يا ريت تعمل لايك برضه على golfmradio.com وتتابعنا وتدخل برضه تشوف تسجيلك في الفتره الجايه في الساعات الجايه باذن الله على فكره. باذن الله. اسمع جول اف ام. برحب بيك على موقع golfmradio.com. اتعرف؟ دينا رأفت. اهلا وسهلا بيكي، منورانا موقع جول اف ام، ونتمنى دايما تبقى متواصله معانا على طول في الفتره الجايه. عايز اعرف انطباعك النهارده بعد ما لفيتي معرض الاهرام وشفتي ايه الجديد اللي ممكن لفت نظرك النهارده؟ هو في بصراحه عربيات عجباني قوي، في لسه عربيه شايفاها من شويه هي العربيات القديمه. العربيات القديمه، وفي عربيه شايفاها من شويه برضو اللي هي تاكسي. دي اللي فوق ولا التاكسي؟ لا دي التاكسي دي عجباني قوي بصراحه. عجبك؟ في حاجه عربيه معينه شدتك النهارده معينه ممكن تكون انت شايفاها مناسبه ليكي؟ هي لسه عشان ما نفذتش المعرض كله يعني، بس هي العربيه التاكسي دي اكتر حاجه شداني يعني دلوقتي. شداكي. بالنسبه للكوره بقى، نخش على الكوره والرياضه، انت ليكي في الكوره ولا؟ يعني ايه بتشجعي نادي معين ولا؟ الاهلي طبعا. الاهلي. كل الناس اللي بكلمها النهارده بتقول الاهلي يعني. طيب انت ليكي متابعه على النت الاخبار ولا انت بتبصي بقى مثلا في وقت معين، ولا انت في دراسه دلوقتي اكيد؟ لا انا لسه مخلصه الكليه بتاعتي. والنت مش قوي برضه، مش بقعد عليه كتير يعني. مش بتبعدي؟ لا. لكن احنا برضو عايزينك في الفتره الجايه تبقي متابعه معانا. عرفت طبعا تسجيل على الموقع. تخش ان شاء الله انت والحاج واختك الجميله دي تبقوا موجودين برضو، تسجلوا معانا وتبقوا متابعين معانا على طول في ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكركم وبنشكركم جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه. اهلا وسهلا بيك في معرض الاهرام وفي جناح golfmradio.com، وبنرحب بيك وانا عايز اتعرف عليك. انا اسمي كريم احمد ابراهيم، خريج كليه التجاره عين شمس، زملكاوي. منورنا يا كريم. انت كويس ان انت قلت ان انت بتشجع الزمالك، يعني هل انت متابع اخبار الزمالك دايما على النت ولا في وسيله ثانيه انت بتعرف من خلالها اخبار الفريق؟ في البرامج طبعا في التلفزيون على الفضائيات، وفي غالبا النت، يعني ما اعرفش حاجه على الفضائيات اوصلها من عن طريق النت. يعني برضه احنا عايزينك في الفتره الجايه تبقى مشترك معانا اكتر. اكيد انت عرفت عن المسابقه، تدخل النهارده تسجل معانا وتسجل وتعرف ايه الشروط. انت او مجرد ما تسجل النهارده معانا هتدخل على طول السحب على طول بالنسبه لسحب الموبايل شات والكلام ده كله، وهتعرف وان شاء الله يبقى ليك حظ معانا في الفتره الجايه ان شاء الله. اسالك عن المعرض. انت النهارده لفيت، ودي اول مره النهارده ليك ولا؟ اول مره النهارده ليك. ايه اللي عجبك النهارده في معرض الفورمولا العربيه؟ الصراحه النهارده العربيات الموديلات القديمه دي اول مره اشوفها، غير الموديلات الجديده. اللي شدنا اكتر هي الموديلات القديمه، العربيات القديمه. على فكره مش انت اول واحد تتكلم في القصه دي، كل الناس تقريبا بتقول العربيات الجديده دي احنا خلاص عارفينها وشايفينها، لكن القديم ده
حاجه لا تعوض يعني. في عربيه معينه شدت نظرك النهارده ممكن تبقى حاطط عينك عليها في المستقبل اللي انت تجيبها؟ بي ام طبعا. بي ام طبعا. لكن جاكوار وبورش والكلام ده كله لا البي ام. على العموم احنا نتمناك معانا باستمرار، وتدخل النهارده تسمع التسجيل اللي احنا اجرناه على الموقع انا وانت ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. اتعرف عليك؟ رامي عواد، محاسب. محاسب، خريج كليه تجاره بقى. تجاره عين شمس برضه. تجاره عين شمس 2009. هواياتك او انت فريق ايه معين؟ هو انا يعني صديقك زملكاوي. هو انا والله اتولدت اهلاوي زي ابويا واخواتي. بس لما كبرت بقى عندي عقل وبقيت افكر بقيت زملكاوي يعني. يعني ما ينفعش واحد يتفرج على شيكابالا وما يشجعش الزمالك. صحيح. بس هو يعني اخبار اللي باخدها عن الزمالك يعني زي بقيه الزملكاويه، مش بتفرج على القنوات الرياضيه عشان عارف ان هم مش بيحبوا الزمالك، لكن بتابع زمالك تي في وجول اف ام راديو برضو. بس ايه على جول اف ام راديو بتحب يعني ايه اللي شدك في موقع جول؟ احسن حاجه في موقع جول اف ام عاملين لكل فريق ليه الاخبار بتاعه، يعني ادوس على تيشيرت الزمالك الاقي اخبار الزمالك، ادوس على تيشيرت الاهلي الاقي خالص. انا بحب ادخل عليه عشان كده، عن مواقع تانية فيها شعار الزمالك ولوجو الزمالك. ايوه بالظبط كده. ده شيء شدك فيها اكتر، حتى لو مثلا خبر قديم عايزه للزمالك بدل ما ادخل على موقع تاني واقعد كتير ادوس مثلا اولدر ده في جول اف ام على طول تيشيرت الزمالك الاقي كل الاخبار. هو الاذاعه بعيدا عن الاخبار اوقات بسمع لما يكون ماتش مهم للزمالك مش معروض، لما كان بيلعب في كاس افريقيا ان شاء الله هنلعب فيها تاني. تمام. والمعرض هنا يرجع الزمالك تاني. المعرض برضو هنا معرض جميل جدا. التاكسي الانجليزي بتاع انجلترا القديم ده جامد جدا. والعربيه انت شايف ان دي ممكن تجربه تنجح في مصر التاكسي الانجليزي؟ هو يعني ما يمشيش مع نوعية المصريين اللي هم بيحبوا يرزعوا باب العربية أول ما ينزلوا وما يتكيفوش من الركنة غير لما يخبطوا اللي وراهم أو اللي قدامهم. بس العربية البورش اللي راكنة هناك دي حاجة اللي في الدور اللي فوق يعني. هو طبعا صعب ان انا اجيبها في المستقبل ولا حد بعد 20,000 سنة. محدش يعلم ايه بس يكفيني ان انا اتصور قدامها يعني. بس في حاجة صورت فعلا خلاص؟ ما لسه هتصور ان شاء الله. في حاجة تانية عايز اقول لك عليها. هم يقعدوا يشتموا شيكابالا بالام وبلونه ويقعدوا يخترعوا في اغاني، بس شيكابالا يفضل شيكابالا، كريستيانو يفضل كريستيانو، ميسي هو ميسي. هم يقعدوا يقللوا من شيكابالا، ده نقص عندهم. ما تقللوش من شيكابالا عشان شيكابالا مبدع. ما ينفعش ان احنا نهاجم المبدعين زي احمد زويل وزي طه حسين ونجيب محفوظ. هو دول شيكابالا الادب، شيكابالا العلوم، شيكابالا الزمالك، شيكابالا الكوره. بس شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. تابع شجع اسمع كوره راديو جول اف ام. جول اف ام دي صوت الكوره. جول اف ام راديو دوت كوم. جول اف ام راديو دوت كوم صوت الكوره.